السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا ميني بسبوسة او ميني كيك. صراحة نقول لكم زوينين بزاف، اقتصاديين، ولكن كيجيو خفاف وهشاش والبنة زوينة فيهم. صراحة ديروهم وتعودوهم غادي يعجبوكم ان شاء الله. غادي نشوفوا طريقة سهلة. كنحتاجوا بيضة بحرارة المطبخ، غادي نحتاجوا قبيصة ديال الملح ضرورية، غادي نحتاجو نصف كاس ديال السنيده، غادي نحتاجو قشور ديال الحامضه او فاني على حساب الذوق. غير هو القشور الحامض كيعطيو النسمه زوينه، كيجيو في هاد البسبوسه زوينه، يعني كيعطيو مذاق زوين. كنحكو غير القشور غير من الفوق، كنحاولوا ما نحكوش دوك القشور البيضين باش ما يعطوناش المروره، غير القشور من الفوق. صافي كنطربوا هاد المكونات الاولين، كنطربوهم مع بعضياتهم حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض. كيف ما كتشوفوا تبدل لينا اللون ديال البيض والسنيده والملح اللي ضفنا. غادي نبدا نضيف نصف كاس ديال الزيت، غادي نضيفه بالتدريج وانا كنطرب. هاد الطراب يعني ما كتحتاجش طراب كهربائي، غير باليد، مقادير خفيفه. كيف ما كتشوفوا كيبدا القوام كيعقد كيتقال. غادي نطربوه مزيان. غادي نضيفو كذلك نصف كاس ديال الحليب. اللي ما بغاش يضيف الحليب عفوا يقدر يضيف عصير الليمون، عصير البرتقال. عندي كاس ديال دقيق الفينو او القمح الصلب، كان نغربلو على هذا الشكل. غادي نضيف كذلك نصف كاس ديال النشا مايزينا، هي لصقات ليا شويه في الكاس، غادي نحاول نديرها بالمعلقه. غادي نضيفو كذلك خماره وزن 7 غرام او 8 غرام، وغادي نطرب هاد المكونات مع بعض. واخا يبان لكم القوام ديالها في الاول يعني جاري بزاف مطلوق بزاف، ولكن راه الفينو كيشرب. صراحه كيجيو زوينين بزاف وخفاف وهشاش رطبين، والمذاق ديالهم زوين بزاف صراحه. نتمنى تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. غير تبعوا المراحل وان شاء الله غادي يصدقوا لكم من اول تجربه. كنطرب مزيان حتى نستجمل لينا كلشي مع بعضياتو، ما يبقاوش لينا الحبيبات ديال الخماره ولا شي حاجه. غناخد كاسرونه، غادي ناخد كاس ديال العصير ديال البرتقال، غادي نصفيه على هذا الشكل، ما يبقاش لينا داك اللب ديالو. غادي نصفيه باش غادي نوجدوا واحد الكريمه اللي صراحه كتجي متواتيه مع هاد البسبوسه. كنصفيها على هاد الشكل. غادي نضيف كذلك معلقه ديال النشا او مايزينا، وغادي نضيف معاهم كذلك معلقه ديال السنيده، معلقه كبيره بنفس المعلقه كنعبروا. وغادي نحركهم مزيان باش ما يبقاوش لينا الحبيبات ديال النشا على هذا الشكل. وغادي نحطوها فوق النار مع التحريك، يعني ما نحبسوش من التحريك باش ما تلصقش لينا النشا لتحت من الكاسرون.
كنبقى نحرك فيها حتى تولي ليا كريميه. صافي على هاد الشكل غادي نطفي عليها البوطه. وعندي هكا هاد المولات الصغار دهنتهم بالزبده، كندهنوهم مزيان بالزبده ونرشوهم بالدقيق باش ما تلصقش لينا. وغادي نبدا نعمر فيهم. كنحاول ندير قياس واحد فيهم، ندير 2 معالق من هاد النوع، 2 معالق كبار باش نخليو فين كتنفخ. بحال كنعمرو غير النص وكنخليو النص باش تزيد تنفخ لينا فيه. كندير فقط 2 معالق في مول واحد. وكنسخنوا الفران قبل، كنحاولوا نسخنوا عفوا الفران قبل ونديروا تكون النار تحت منهم حتى كيبانوا لينا تحمروا من الجوانب. صافي وكنهبطوهم، كنحمروهم شويه من الفوق وكنخرجوهم نقدموهم. كيف كتشوفوا كنجمعوهم هكا في طاوه وحده. انا غادي نديرهم في طاوه كبيره باش يدخلهم في الفران في خطره. وبقى لي غير شويه كنضيف كل حبه كنضيف فيها شويه. هاد القياس هذا خرج لي 12 حبه بالحساب، نفس القياس، يعني كنحاول نعمرها بنفس القياس. خرجوا لي 12 حبه. صافي كنعطيهم الخاطر في الفران حتى يطيب. قبل ما ندخلهم الفران هذيك الكريمه اللي وجدنا كنحاولوا نوضعوها في بلاستيكه وكنتقبها وكنزين بها على هذا الشكل. تزيين يعني عشوائي، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والابداع ديالو. انا غير درتهم على هذا الشكل. صراحه هاد الكريمه حتى هي كتعطيها منظر في نفس الوقت كتعطيها مذاق زوين. كنحاولوا نوزعوا الكريمه على الحبات ديالنا كاملين، عاد كندخلوها للفران طيب وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه ديالهم. هما هادو انا خرجتهم من الفران، خليتهم تحمروا على خاطرهم من التحت حتى تحمروا من الجناب، هبطتهم لتحت شويه حتى تحمروا من الفوق وخرجتهم. صراحه هما هادو مازال سخان، درتهم في طاوه كبيره باش يدخلوا ليا كاملين للفران. هذيك الاولى اللي كنت كنعمر فيها صغيره ما هزتش ليا 12 حبه كامله. دابا غادي نحاولوا ندهنوهم بالمربى ديال المشماش. غادي ندهنوهم كاملين بالمربى ديال المشماش باش كيعطيهم داك اللمعان. وغادي نزينوهم باش ما بغيتو. انا غادي نزينهم بالكوك على حساب الرغبه، بغيتو تخليهم هكذا، بغيتو تزينوهم الكوك او كاوكاو او على حساب اللي متوفر. صراحه كيجيو زوينين بزاف، خفاف بزاف وهشاش رطبين. صراحه نتمنى تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. وما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجيم فيديو، بارطاجيو فيديو مع كل احبابكم وصحابكم. ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.